ملح صاحبه اللي بيبات معاه في سرير واحد، في أوضة واحدة، صاحبه اللي بيشتغلوا مع بعض وبيخرجوا مع بعض، اللي ممكن يكون بيعرفه أكتر ما بيعرف أهله. للأسف الشديد غدر بيه عشان خاطر ملمين، عشان خاطر الفلوس أيا كان، إن شاء الله حتى لو مليون جنيه 100 مليون، ما يخلكش يوصل بيك الأمر إن أنت تعمل كده في في روح عموما حتى لو مش صاحبك. غدر بيه عشان خاطر ياخد الفلوس اللي معاه. طبعا خطط ونفذ وخد الفلوس وبعد كده خلص على صاحبه، واكيد طبعا هرب، لكنه تم القبض عليه وحاليا طبعا محبوس. انا مش عارف ايه القسوة اللي احنا بقينا فيها دي، وايه الوجع والقهر اللي احنا بقينا فيه ده. بجد حسب الله ونعم الوكيل. ربنا يرحم عمر ويصبر اهله، طبعا اكيد ناس مقهورة. برضو يعتبر ما عيدوش العيد عندهم، كان مش عيد. مش عارف اقول ايه. الله يكون في عون وزارة الداخلية بجد من اللي بيحصل.